الخطوه دي اغلى خطوه هتمشيها في حياتك. عارفين انا رايح فين دلوقتي؟ بص كده، رايح المسجد. الارض دي ماشي عليها. الخطوات اللي انا ماشيها ديت لحد المسجد، النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان اللي يمشي الخطوات دي يوم الجمعه بالذات لحد المسجد، كل خطوه هتمشيها، تخيل معايا هتمشي كام خطوه؟ 200 300 400 500 10. كل خطوه بتاخد على الخطوه الواحده بس كانك عبدت ربنا قيام ليل سنه كامله، وكانك صمت سنه كامله. انت متخيل بقى لما تصوم سنه كامله وتعبد ربنا او تقيم الليل سنه كامله؟ خطوه غاليه جدا. فلذلك كل واحد محروم ما بيروحش المسجد صلاه الجمعه وبينام وبيكسل، فانت محروم من كل الخطوات دي يا حبيبي. طب الست تعمل ايه يا عم شريف؟ ممكن تنزل تصلي في المسجد عادي، مفيش مشكله خالص. طب لما تصلي في المسجد بتاخد نفس الثواب؟ ايوه. طب انا هصلي في البيت عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاه المراه خير لها، يعني في بيتها، فبرضه تاخد نفس الثواب؟ ايوه، امتثاليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طالما سمعت كلام النبي وصلت في البيت وافضل ليها، فان شاء الله تؤجر بنيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. واحتسب ان كل خطوه تخطوها في ميزان حسنات، كل خطوه كانك صمت سنه كامله وقمت الليل سنه كامله. شوف بقى مضيع كام خطوه حضرتك يا عم. انزل بقى كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.